الجزء الثاني من القصة ديال سفيان سال من سفيان قال أنا اخترت، ولكن ما بان حتى لشي واحد شنو اختار. الكاميرا كتقرب وسفيان كيبان لابس نوار واقف في السطح ديال العمارة في طنجة وكينظر للمدينة من الفوق. الصوت الداخلي ديالو الهروب عمرو ما كان حل، خاصني نعرف كلشي. هادشي كيأكد بأن سفيان اختار يرجع للعبة، ولكن هاد المرة بشروط ديالو. سفيان رجع عند مالك ولكن ما بقاش نفس الشخص. قال ليه غنخدم معكم ولكن نعرف كلشي وندير قراراتي بوحدي. مالك ضحك وقال مرحبا بك، ولكن رد بالك اللعبة كتبدل الناس. سفيان جاوبو انا ديجا تبدلت. بالنسبة للسر الأكبر دخلوه لواحد المقر سري تحت الأرض فيه شاشات ملفات وأسماء ناس بزاف. سفيان شاف واحد الملف فيه صورة ديالو ولكن مكتوب subject 00. تخلع كيف 00؟ أنا كنت 07. مالك سكت شوية وقال حيت انت الأول. بان أن سفيان ماشي غير واحد من التجارب، هو الأصل. بدا به هو بروجيكت شادو، ولكن النسخ الاخرين بحال 07 و 08 غير نسخة منه محسنين ومعدلين. ولكن علاش فقد الذاكرة؟ حيت في الماضي سفيان هو اللي حاول يحبس المشروع. في واحد الغرفة دخلوه لواحد الجهاز قالوا ليه الا بغيتي الحقيقة كاملة خاصك تشوف ماضيك. شعلوا الجهاز وسفيان بدا كيشوف ذكريات، هو كينشأ المشروع، هو كيجرب على راسو، هو كيشوف المشروع كيتحول لحاجة خطيرة، وهو يقرر يدمر كل شيء. ولكن مالك وناس اخرين حبسوا المشروع ومسحوا ليه الذاكرة ورجعوه سابجيكت. خرج سفيان من الجهاز وكيهضر مع مالك بعصبية، هادشي خاصو يتحبس، المشروع خطير. مالك جاوبو ببرودة، المشروع هو القوة واللي عنده القوة هو اللي كيسير العالم. سفيان سكت ولكن في العينين ديالو بان قرار. في الليل سفيان بدا كيدير خطة في السر. دخل السيستم بدا كيمسح الملفات كيحرر بعض السابجيكتس الاخرين، ولكن هو خدام تفاجأ كاين واحد السابجيكت اخر كيشوف فيه. داك الشخص قرب وكان هو نفس الوجه ديال سفيان ولكن بعينين قاصحين. قال لي انا النسخة اللي ما ندمرتش، انا النسخة الكاملة، سميتو سابجيكت اكس. وقفوا بجوج مقابلين بعضهم، الاصل والنسخة الكاملة. السابجيكت اكس قال اما نكملوا المشروع ولا نحبسوا كل شيء، ولكن واحد فينا غادي يموت. سفيان شد نفس عميق وقال هاد المرة غادي نساليها. الكاميرا كتبعد وصوت انفجار كيتسمع ومن بعد سكون. الشرطة كتوصل للمكان كيبان غير الحريق، ولكن وسط الرماد كاين تليفون شاعل كيبان فيه ميساج جديد. بروجيكت شادو ما ماتش،